ازاي تعمل كريدت سكور حلو عشان تعرف تشتري من البنك. بص هقولك على حركه اصلا دي بتعلي الكريدت سكور بسرعه. بس مبدئيا انت مش بتشتري من البنك، انت بتشتري من البايع. البنك بس بيدخل يسدد ثمن البيت، وده بيتحسب عليك كارد بيسموه هنا مورجج، وانت بتبدا تدفع دفعات شهريه على حسب بقى الدفعات كام ونسبه الفايده وكده وبتسدده. كويس. حته بقى ازاي تزود الكريدت سكور بسرعه. البنك دايما بيديك كريدت كارد لو انت لسه جاي نيو كامر، لسه جاي انت يعني مهاجر جديد. بيديها لك في رينج مثلا من 1000 لغايه 2000 2500 3000. في حالات نادره شفت ناس بياخدوها كده. في ناس بقى لسه عارف انا الموضوع ده قريب بيطلب من البنك ان هو يزود له الكاب ده، بدل ما هو مثلا 2000 يخليه مثلا 5000. فالبنك في الاغلب انا مش عارفك انا مش هديهم لك، فيقول له خلاص انا هحط الفلوس دي ضمان عندك، حط عندك 5000 واديني كريدت كارد ب 5000. فده عمل ايه؟ ورى الناس، ورى البنوك ان انت البنك ضامنك وقادر ان هو يثق فيك ان هو يدي لك حاجه كريدت سكور كريدت كارد اسف ب 5000 دولار. فبالتالي ده بيزود ثقتهم فيك. انت الكريدت كارد ده بقى ما ينفعش تستخدم فيه اكتر من 30%. اكتر من 30% ده بيأثر على الكريدت سكور بتاعك. فما ينفعش تستخدم فيه اكتر من 30%. لو هو مثلا ب 5000، 30% دول اللي هم 1500 دولار، مجرد ما توصل للرقم ده تسددهم بسرعه. ده اهم حاجه. اوعى تدخل في حته ان هو ياخد بقى عليك فوائد على الفلوس دي هتفضل فيها مدى الحياه. دي اهم حاجه. الحاجه بقى الثالثه والاهم، ان اي حاجه بيديها لك البنك ببلاش خدها. البنك مش اي محل مثلا وول مارت كنديان تاير الكلام ده. لو البنك جه قال لك هديك لاين كريدت مثلا ب 10000 دولار، خده وما تستخدموش انساه. كل حاجه محطوطه باسمك ان البنك سايب لك فلوس مثلا، ده معناه ان الناس واثقه فيك ان انت عندك دخل وبتقدر تسد، فده بيعلي الكريدت سكور بسرعه. وربنا يكرمك ان شاء الله ببيت كويس.